ازيكم عاملين ايه؟ معاكم هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. النهارده جاي اتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا، وهو احساس الوحده او حكمك بالوحده على نفسك. كتير قوي مننا بيتعرض لعلاقات فيها في الاخر انه انا بتخلى عنك، او انه انا بخذلك فجأة، او انه بعمل معاك تصرف انت مش متوقعه. المهم ان انا بوجد لك شعور ان انت في الاخر هتبقى لوحدك، وهتحس ان انا تخليت عنك. لو دايما بتجذب العلاقات دي، او لو دايما بتكتسب الشعور ده جوه قلبك، اتأكد انه عقلك عامل فايل كبير قوي مخزن فيه كل السيناريوهات اللي كان فيها شعور انك انت هتبقى لوحدك، سواء من الطفولة او سواء المواقف اللي اتكررت من الاب والام بعد ما كبرت بشوية، بعد كده من العلاقات، بعد كده من الاصدقاء. فبالتالي الفايل ده بقى عامل كده ومكلبش، وبقى هو المحبب إلى عقلك مش إلى قلبك، بقى المحبب إلى عقلك. فبالتالي القلب بيبقى عايز حاجة، بس العقل محتفظ بحاجة، بس العقل هو اللي بينفذ في الآخر، لأن دي كتلة طاقية بتشع رسالات طاقية لكل الناس اللي حواليك، لكل الكون. فبالتالي الناس اللي بتجيلك بناء على الفايل اللي موجود جواك. يمكن انت جوه نفسك عايز ترتبط، عايز تخش في علاقة، عايز تعيش حاجة فيها استقرار نفسي، استقرار عاطفي، حاجة فيها تبادل، بس انت اللي بيجيلك عكس ارادتك. ما بيجيلكش حد شبهك، ما بيجيلكش حد على نفس الفلو الطاقي بتاعك، ما بيجيلكش حد بيديك شعور الامان او شعور انه انت تستاهل انك تتحب. ما تستاهلش تكون لوحدك. حتى لو مشيت في مشروع، في علاقة حقيقية، ومشيت في بلان فيها جواز، بس دايما بتحقق لك شعور الوحدة، لانك انت من جواك بقيت حاسس انه هو يستاهلك وانت تستاهله. بقى شعور الوحدة هو الشخص الحقيقي اللي متجوزك، مش الاشخاص الحقيقية اللي موجودة في الواقع بتاعنا. بقى شعور الوحدة هو الاساس بتاعك، جزء منك، جزء من تفكيرك، جزء من السيستم النفسي بتاعك. فعقلك خلاص ما بقاش مقتنع ابدا انه ممكن يكون في شخص تاني هيحقق لك غير شعور الوحدة. فبتبتدي انت تقرر مع نفسك انه خلاص انا من حقي انه انا معيش اي حاجة فيها مشاعر حب، مشاعر تواصل، مشاعر حد يحبني لحقيقتي انا. طيب في المرحله دي انت بتوصل لايه؟ في المرحله دي انت بتوصل ان انت ما تبقاش مصدق اي حد. في المرحله دي انت بتوصل انك تحس انك ضحيه، تحس بالظلم، تحس بالقهر، تحس طول الوقت بانك اتخذلت، محدش بيقدرك، محدش بيحبك، محدش بيحب يتعامل معاك كويس. بتحس انك قليل وطاقتك بتبقى منخفضه جدا، تبقى كل حاجه بالنسبه لك في طاقتها كده وانت هنا. كل حاجه انت بتبص لها وانت تحت، مش وانت هنا، مش وانت فوق. اي حاجه تاكد بتبص لها وانت طاقتك تحت، وبتبص لها لفوق، بتبص ليها فوق، تاكد ان هي تبعد عنك وعمرك ما هتوصل لها. الاهداف لازم تكون طاقتك اعلى منها، لازم تشوف نفسك اعلى منها. اي هدف في الدنيا لازم طاقتك تكون فيه مرتفعه. فعشان خاطر توصل بطاقتك للمرحله دي، لازم تشوف ان قيمتك عاليه، لازم تشوف استحقاقك الحقيقي في الحب، في التواصل، في انه اي حد يتمنى يبقى معاك او يتواصل معاك او يكون في الدوائر بتاعتك حتى لو موجود كده. انا دايما بقول، انا مع نفسي كهدير دايما بفكر نفسي انه انا في حياة اي حد مكسب، انا في حياة اي حد انرجي طاقية عالية، انا في حياة اي حد لو ما بذلتش اي مجهود انا بديله فايبس حلوة. انا بشوف نفسي انا فايدة لأي حد من غير أي مجهود. فبالتالي أنا شايفة استحقاقي عالي طول الوقت. فبالتالي بشوف إن أنا بستاهل الحب بكل سهولة، بستاهل التواصل الطبيعي الصحي. بشوف إنه أنا مش أقل من إنه حد يحاول يحسسني إنه أنا مستاهلش أو إن أنا أتخذل. بشوف استحقاقي عالي في إني آخد الحب. بشوف إنه بسهولة استحق إن أنا آخد الحب. بشوف إنه الطبيعي إن أنا آخد الحب، مش الطبيعي إن أبقى لوحدي. الطبيعي إن أنا يبقى في تواصل صحي بيني وبين العلاقة اللي أنا عايزة أبقى فيها. مش الطبيعي إن أنا أعيش إن حد يتخلى عني، حد يسيبني، حد يحسسني بالإهمال. مش ده الطبيعي. بشوف الطبيعي وابتدي امشي فيه.
ما ابتديش امشي ورا السيناريوهات اللي اتقالت لك انه خلاص بقت كل الناس علاقتها بينها وبين بعضها غير صحية، وكل الرجالة بتديك نفس الرسالة ان هي هتتجوزك وتسيبك، والسيناريوهات اللي هي ان الناس بتاخدك في سكتها فيها، او الاحتمالات بتاعت الناس اللي بتقنعك انه احتمالي هيبقى زي احتمالك. احتمالي هيبقى زي احتمالك لو انت صدقته، مش لو انت صدقت غيره. لو صدقت غيره هتاخد احتمال غيره. فدايما بقول لناس كتير لو انت شفت حد حصل له حدث سيء جدا، ابتدي ادعي له وما تحطش نفسك مكانه، لانه احتماله هو بيتطور من خلاله. انا مش في احتمالك، وربنا ما حطنيش في احتمالك، ربنا حطك في الاحتمال ده عشان انت هتتطور من خلاله. انا مش هينفع ابقى في احتمالك، فانا ما بشوفش نفسي في مكان حد عشان ما يحصلش ان انا اشوف استحقاقي من استحقاقه، لا بس انا بدعي له، بتعاطف معاه من غير ما اذي نفسي، بشوفه في احسن حال وافضل ادعي له بالدعاء التخيل. فعشان كده بقول لك ما تحطش نفسك في سيناريوهات حد، ابتدي شوف ان انت استحقاقك في الحب عالي، ابتدي واجه الفايل اللي موجود جواك بان عندك حكم بالوحده، ابتدي شوف متخصصين. احنا بنقدم عندنا كل الحاجات اللي ممكن تساعدك ان انت تتحرر من الفايلات اللي عامله زي كده، او الفايلات اللي بتحط لك بلوك في انك انت تبقى في احتمالات صحيه في حياتك. ف يا رب تكون استفدت من الفيديو. وعايزه اقول لك انه في ناس كتير بتسالني قوي ايوه يعني اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هو اول ما تحط ايدك على المشكله، هو انت كده عملت حاجه، هو انت كده ابتديت تمشي في الحل، هو انت كده ابتديت تاخد نفسك للسكه اللي فيها تشافي او السكه اللي فيها تحرر. فالحل مش دايما في انك تاخد الحل، ما انت ممكن تاخد الحل وما تطبقوش. الحل في انك تواجه المشكله. فاول ما تعرف ان ده جواك وتواجهه، انت كده على الطريق بتاع حل المشكله. كنت مبسوطه قوي ان انا كنت معاكم. اشوفكم في فيديو تاني. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتدوسوا سبسكرايب للشانل، وتبعتوا لي على الانستجرام، برد على كل الناس، وتسيبوا لي الكومنتس بتاعتكم برضه برد على كل الناس. اشوفك في فيديو تاني. باي باي.